صباحية لكل المشاهدين اللي عم يتابعوا فينا عبر قناة الشروق نيوز وبرنامج الشروق مورنينج في نهار اليوم السبت 25 مارس. إذا بعد ما تحدثنا على السعادة عند الجزائريين، الآن نستضيف معنا زميل وصديق الإعلامي مراد بوعلام الله، الإعلامي بقناة الجزيرة وبرنامج صباح الجزيرة الشروق مورنينج تاع المورنينج تاع قناة الجزيرة. صباح الخير مراد، صباح الخير محمد على حضورك معنا وتشريفنا. مرحبا بك، بالعكس أنا اللي أتشرف بوجودي معكم مع شروق تي في. يعطيكم صحة، أعطيتوني الفرصة لأول مرة باش نتلاقى وجه لوجه مع الشعب الجزائري في قناة الجزائرية. في قناة الجزائر. ربما المشاهدين حابين يتعرفوا على مراد بوعلام. أقلت علي. لا خفيف، مش حابب نحكي على نفسي. يلا معلي. أنا نقول دائما أي واحد يعرف، نخلي ضيفه اللي يعرف نفسه لأنه هو يكون أبلغ في التعريف بنفسه. ببساطة مراد بوعلام الله شاب جزائري، كان شاب، صارت 40 سنة حاليا. الله يبارك فيك. أنا من الأخضرية، من مدينة الحياة تحديدا، قرية اسمها مدينة الحياة في الأخضرية، ولاية البويرة. خريج جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية. بديت الإعلام عن طريق، بالمناسبة عن طريق الشروق العربي اللي كانت هي أول مؤسسة من مؤسسات الشروق. الشروق العربي ما شاء الله مدرسة خرجت الكثير من الإعلاميين اليوم الآن متألقين في مختلف وسائل الإعلام في الكتابة. بالإضافة أني اشتغلت في وكالات الإنتاج السمع البصري الخاصة في الجزائر، اشتغلنا للتلفزيون الجزائري للوزارات، وبعدها انتقلت يعني كنت اشتغل في الإعلام، اشتغلت كذلك في جريدة الأصيل الجزائرية طبعا في فترة من الفترات. وفي 2002 رحت لدبي، اشتغلت في MBC، بعدين العربية مذيعة في الاقتصاد ومذيع ومنتج. انتقلت في 2004 على CNBC عربية، قناة اقتصادية متخصصة كمذيع ومراقب أسواق، ستوك كوتشر، بريزنتر ستوك كوتشر. في 2013 رحت للجزيرة كمذيع ومنتج في الاقتصاد، ومن يعني من نوفمبر الماضي كان إطلاق برنامج صباح الجزيرة من الاقتصاد للبرنامج الصباحي، يعني توك شو الصباحي اللي في صباح الجزيرة تقريبا رايح للانترتينمنت، يعني الأمور خفيفة من الاقتصاد. لا هو صراحة بالعكس، أنا إذا سألت أنا أقول لك أنه بالعكس تقديم مثل هذا البرامج هو أصعب بكثير من تقديم البرامج الجادة صراحة، لأنه أنا قدمت برامج جادة على خلال هذا المسار من يعني يمتد على يعني من 2002 تحديدا 2013، يعني من 2003 ل 2013 خلال 10 سنوات بين العربية والجزيرة، أو حتى وصول الجزيرة وقبلها في CNBC. المواضيع الجادة أنه بالذات في الاقتصاد هي مادة واضحة، يعني هي عبارة عن أمور دقيقة، تتحدث عن نظريات، تتحدث عن أمور مسلمة أحيانا. لكن عندما تأتي إلى البرنامج الصباحي، البرنامج الصباحي يحتاج إلى ثقافة واسعة، يحتاج إلى تحضير كبير، ويحتاج كذلك إلى الدليفري، او بمعنى انه الطريقه اللي تقدم بها انه تكون خفيفه وتكون مقبوله عند المشاهد، والمشاهد متطلب. نوعيه مشاهدي هذه البرامج تختلف عن النوعيه الاخرى، لانه قد يتقبل منك او تتفق كثيرا مع المشاهد، مشاهد البرامج الجادة أو البرامج الإخبارية. لكن البرامج التي أشرت إليها برامج الترفيه الصباحي هي مش ترفيه، هي أكثر ما هي تعليم. نعم، هي تحاكي أكثر شيء ما يحتاجه أو تغازل ما يحتاجه هذا المشاهد وما يصادفه في حياته، من خلال زيادة الوعي مثل ما أشرت، زيادة الثقافة المتعلقة بالأماكن والأشخاص، بالإضافة إلى قلت لك أنه هذا المشاهد هو متطلب جدا لأنه يبحث إلى شيء أو يطمح إلى شيء دائما أكثر. لهذا أنت على طول تبحث أنك تعطي أفضل ما لديك وتعطي الجديد دائما، وبالتالي هذا النوع من البرامج. شوف اليوم أنه المشاهد العربي بين المشاهد الجزائري وشنو هي نوعية المواضيع، أو كما نقول احنا لسوجي يعني اللي يستقطبوه ولا ليثيروه؟ والله بالنسبة للجزائريين أنا اللي شفته من خلال تفاعلهم معنا مع برنامج الجزيرة هذا الصباح على صفحتنا على فيسبوك تحديدا،
خلينا نشوف التعليقات المباشره، هو اكثر شيء هم يطالبوا بانه مواضيع اكثر من الجزائر. لكن مثل ما تعرف الجزيره محظوره في الجزائر منذ سنوات، صعب علينا ان نشتغل من الجزائر، لكن رغم هذا احنا نحاول انه نقدم ماده من الجزائر، خاصه بالنسبه للاماكن معالم الجزائر، نحاول انه نقدمها بافضل طريقه. معالم السياحيه والعادات معالم السياحيه بالاضافه الى الثقافه الجزائريه التي نحاول ان نصدرها. انا صراحه انا كجزائري انا كل مره نسرق الوقت هاك ونحكي على الجزائر، كل ما تجي ريحه الجزائر نحكي ونقدم شيء. الجزائر مراد، من بين انت قلت انه فيه تفاعل كثير مع المشاهدين. انا تابعت بدايه البرنامج تاعكم لانه نشتغل في برنامج صباحي لازم نتابعوا كل البرامج الصباحيه. كان في انتقادات انه اليوم البرامج الصباحيه ولات تشبه كامل بعضها، مثلا نروحوا صباح الجزيره تقريبا هم قالوا صباح العربيه، فوتوكوبي على صباح قالوا صباح العربيه. لا صراحه انه انا في الجزيره، لكن انا اشتغلت في العربيه هي جزء مني صراحه، وانا يعني ممتن فقط حتى اقول لك، حتى احكي لك بتجرد، انا ممتن للعربيه لانه صراحه هي اللي اطلقتني، يعني في العربيه انا بديت مشواري. لكن شتان بين العربيه، بين صباح العربيه وصباح الجزيره في اختلاف، لانه في المعالجه نوعيه الماده يعني صوريا وحتى الموضوع لا تختلف. انما تقول لي انه المواضيع اللي تناقشها مع الضيوف هذه مواضيع حياتيه، يعني انا ما راح اقول لك مراد ولا نحن يعطيكم الصحه، يعني تابعتوني حتى في هذا تقرير كنت سجلته قبل اسبوع تحديدا، بعد ما خلصت تقديم البرنامج سجلت هذا التقرير الفيديو وول اليوم العالمي للسعاده في 20. يلا احنا نحكي، انا كنت موجود في الجزائر وهو فقط حبيت نقول لك انه المواضيع هي متشابهه. اللي تناقشوا انت في الشروق قبل قليل انت كنت تحكي على موضوع السعاده، هذا الموضوع تناقش عندنا في الجزيره نفس الشيء. ما فيش واحد يحتكر لك مواضيع، يعني المورنينج شوز كلها متشابهه في المواضيع، لانها تتطرق الى مواضيع حياتيه، المواضيع اللي تهم المشاهد البسيط وتعطيها بقالب بسيط. وهذا يعني لهذا توجد مواضيع تناقش انتم اليوم، انا غدوه نناقشها عندي في الجزيره. يعني كل لكن الاختلاف هو في الزوايا، يعني في الزوايا وطريقه الطرح. يعني هنا تجي الشطاره نتاع المذيع وشطاره نتاع معدي البرامج. طبعا انا دائما نقول انه يعني العرب ما اخترعوش، يعني قناه العرب ما تخترع برنامج، انما هو كونسيبت انترناشونال، هو يعني كونسيبت بالفعل، هو كونسيبت عالمي مثل ما حكينا ذاك اليوم جود مورنينج امريكا، يعني انه هو نفس الشيء. حتى تقول لي انه استوديو الجزيره مختلف على فكره على استوديو العربيه. استوديو العربي كان زمان هو عباره عن المدخل، استوديو الجزيره مصمم خصيصا للبرنامج. وهذا وبالمناسبه البرنامج الجزيره الصباحي كان موجود يعني من قبل، حتى قبل ما تطلع العربي كان في الجزيره هذا الصباح، لكن توقف في فتره من فترات. الكونسبت كان مختلف طبعا، مش نفس الكونسبت، تغير خلال فتره الربيع العربي لانه بحكم انه الجزيره قناه اخباريه. لكن الان رجع هذا استوديو تعمل صمم خصيصا لهذا البرنامج، كما استوديو تاع الشروق. احنا مختلفين على الاثنين باش ما تقولوش عليكم ولا جبتوا ولا ورد نعود نحكي على اهم المواضيع التي تطرح في الساحه الجزائريه. طبعا كاعلاميين جزائريين مقيمين في المهجر، كجاليه جزائريه كاين اهتمام بالجزائر، باخبار الجزائر. كيفاش تتابع اخبار الجزائر؟ السوشيال ميديا، الفيسبوك؟ يعني الجزيرة ولا في البرنامج؟ لا عليك انت شخصيا، كيفاش تتابع اخبار الجزائر؟ طبعا اخبار الجزائر جزء منا، يعني احنا لازم نتابع اخبار البلاد وين رايحه، يعني على طول انا نتابعها مش على الفيسبوك طبعا ضروره، يعني انت اذا ما تروحش ليه هو يجيك، ينقل لك الواقع، يعني هو يجيك، يعني هو يجي لك. لكن بالنسبه للاخبار احنا نتابع الاخبار من خلال متابعه تصفح الجرائد الجزائريه، طبعا الشروق والخبر اكثر شيء طبعا نتابعوهم، واللي صار حتى تو كيب ابديت كما يقولوا، انه حتى نبقى على اطلاع يعني. وش تعلق ربما على اهم الاحداث اللي تعيشها الجزائر؟ في رايك اليوم الجزائر وشنو هي الاحداث اللي راهي طاغيه على الساحه؟ والله انا صراحه بالنسبه للجزائر يعني الشيء اللي صعيب، يعني كل مره نسمع انه قضيه الاضرابات خاصه بالنسبه لقطاع التعليم تحديدا.
يعني يمكن انا نتمنى ان شاء الله انه هذا القطاع بالذات تحديدا، هذا القطاع لانه قطاع التعليم هو القطاع الاكثر باعتقادي هو الاكثر حساسيه في البلاد، لانه يخرج الاجيال. انت تعطل يعني هذا الاجيال، يعني انه توصل انت راح تعطل البلاد، تعطل مستقبل البلاد. لكن يعني ربما هذا ثاني يعني حياتهم راهي تعطلت لانه في الاول لا لا احنا انا لا الوم احد ولست في موقع لالوم احد انا صراحه، لكن انا اقول لك بشكل عام الصوره بشكل عام، من المسؤول من اللي يقفى هذا شيء اخر. يعني انه اذا المسؤولين الوزاره او الاساتذه او النقابات او شيء، هذا شيء اخر. يعني انا لست مخولا للحكم عليه، لكن فقط انا اعطيك الصوره بشكل طبعا تحز في القلب انك تشوف انه اجيال يعني انه تتعطل وبرامج ما تتكملش، وبالاضافه انه برامج مش عارفين، يعني انه برامج لم نرسو بعد على بر، يعني انه وش هو البرنامج، يعني في حين انه في المدارس العالميه في مناهج واضحه، في اساليب تدريس واضحه، وفي تطوير وخطط واضحه، وفي تطوير في كل مره. هناك ابحاث لتطوير هذه البرامج وهذه المقررات، واحنا بعد ما قررناش واش نقرروا واش ما نقرروش، يعني كل مره نغير، وهذا شيء صراحه مؤسف جدا جدا جدا. بالاضافه في مشاكل ثانيه، يعني انه مثلا مشاكل الصحه او اوضاع المستشفيات، هذا لا يخفى على احد. انا جزائري كنروح مثلا نزور واحد في المستشفيات، والله الواحد يتاسف. لكن ان شاء الله نتمنى الخير دائما للبلاد، ونتمنى ان شاء الله ان تكون البلاد في وضع افضل ان شاء الله، لانه عندها كل المقومات باش تكون افضل ان شاء الله يا رب. هذه الامور اللي ذكرت عليها ربما هي اللي تخلي الجزائري ماشي سعيد، لكن رغم ذلك التصنيفات العالمية على غرار تصنيف اللي دارته الأمم المتحدة صنف الجزائري أنه الخامس عربيا في مؤشر السعادة والأول إفريقيا. أنت كنت تناولت هذا الموضوع في فيديو وول في قناة الجزيرة. بالفعل هذا الفيديو اللي يظهر في الخلفيه، لكن فقط لازم نعرف وش هي المعايير اللي اعتمدت. هو هذا التصنيف للامم المتحده يعتمد في سلم معايير اكثرها اهمها اولها ما يعتبر بالبر كابيتا او حصه الفرد من اجمالي الناتج المحلي للبلد او ما يتم انتاجه من سلع وخدمات، وتقسمها على العدد السكاني يطلع لك البر كابيتا. هذا واحد. ثاني شيء موضوع الحريه اللي يتمتع بها الاشخاص، موضوع كذلك الفساد، محاربه الفساد، موضوع توقعات الحياه الصحيه بالنسبه للافراد في هذا المجتمع، كذلك معايير اخرى. طبعا هذه معايير انا اعتبرها صراحه معايير صماء، لانه لا تعطيك الواقع كما هو. لكن ترتيب كم في العالمي 53 قلت لي؟ العالمي 53 عربيا 5 وافريقيا. لكن انا باعتقادي علاش نقارنوا روحنا عربيين؟ علاش ما نقارنوش بالاربعه عالميين؟ شوف الاربعه عالميين هذا العام كانت النرويج، بعدها الدنمارك، العام اللي فات كانت الدنمارك، وبعدها سويسرا، وبعدها النرويج، وبعدها لا او ايسلندا، والنرويج كانت رابعا، اللي رابعه ولات الاولى. وشوف واللي كانت الاولى ولات صارت ثانيه، ايسلندا ظلت في الترتيب الثالث، وسويسرا هي تراجعت للترتيب الرابع. يعني علاش ما تكونش ما نحاولش انه احنا نكون الافضل، انه نقارن الجزائري بالدنمارك؟ علاش لا صعبه. انا دائما لا تقول لي صعبه. ما نسمحوش لبعضنا انه لا تقول لي صعبه. الظروف ماشي يا سيدي، معليش نروحوا نقارنوا فقط بالدول العربيه. معليش فقط لا معليش لانه لا انا قصدي علاش احنا ما راحش نقولوا احنا الاكثر سعاده في العالم بعد عام ولا عامين. يعني انت لازم يكون في تخطيط. استاذ مسعود كان يحكي لك على الاستشراف، على التخطيط للبعد. انت تحط تارجت، تحط الاهداف وتشتغل عليها لسنوات، لفتره زمنيه، لكن باش توصل لهذه الاهداف لازم تشوف يعني في نماذج موجوده. هذا اللي قصدته، انه علاش ننقلوا التجربه، علاش نشوفهم علاش نجحوا، فاش نجحوا واحنا فاش فشلنا، ونحسنوا ادائنا. هذا الشيء. بالاضافه للمعايير اللي اشرنا ليها، هي المعايير اللي تظهر حاليا على الشاشه. في اطول دراسه في العلوم الانسانيه
انتصارات فيما يتعلق بموضوع السعادة استمرت 75 عام أجرتها جامعة هارفارد. توصلت نتيجة مذهلة أنه السبب الحقيقي للسعادة ليس المال، ليس الوظيفة، ليس أي شيء، إنما هي العلاقات الاجتماعية. الأشخاص اللي عندهم علاقات اجتماعية جيدة هم الأشخاص الأكثر سعادة. بالإضافة أنه في دراسة في الاتحاد الأوروبي تقول لك أنه الدنماركيين لماذا هم دائما على رأس الشعوب الأكثر سعادة؟ انهم على اختلاف الامريكيين، بخلاف الانجليز مثلا او الاوروبيين، هم يقول لك ينفقون اموالهم ليس لشراء السيارات او البيوت او شيء، انما ينفقونها لتعزيز العلاقات الاجتماعيه فيما بينهم. يعني هو تعزيز العلاقات الاجتماعيه. في الختام مراد، كلمه توجه الجزائريين باش يكونوا اكثر تفاؤل واكثر سعاده. أعتقد أنه سر السعادة أنا باعتقادي، بالإضافة أنه العلاقات الاجتماعية لازم تكون أنه هو ثقة الإنسان بنفسه، أنه الإنسان لازم يثق بنفسه، يثق بقدراته، أنه يشتغل كذلك، يشتغل على نفسه حتى يوصل. وانا هذه صراحه هذه نصيحه اعطاها لي خالي، هو دكتور بالمناسبه، هو دكتور في فرنسا، يدرس في جامعه ايفري، دكتور محمد سلام. كنت سالته، كنت صغير في بدايه مشواري، قلت له شو هي نصيحتك لي انا كصحفي مبتدئ في بدايه المشوار؟ قال لي تدوي علي جوسكو بو، حكى عليه بالفرنسي، يعني انت لازم تروح الى اخر المشوار. الانسان لازم يشتغل الى اخر المشوار حتى يحقق اهدافه، وما يتقاعش وما يتقهقرش وما ينكسرش امام كل التحديات. نعم، شكرا جزيلا. ويعطيكم الصحه محمد، ويعطيكم الصحه الشروق، يعطيكم الصحه على هذا الفرصه اللي خلتني نتلاقى هكذا وجه لوجه مع الشعب الجزائري ضمن عبر قناه جزائري. ان شاء الله نعود نستضيفك في فرص اخرى. مراد ابو علام الله، سعيد جدا بحضورك معنا. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينغ عبر قناه الشروق نيوز، الساعه 9 تماما باستديوهات الشروق نيوز. نربط الاتصال بقسم الاخبار وزميلنا نصير بوعافيه وموجز لاهم الانباء.